لأول مرة أكبر تحالف ضد الإمارات في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي بقيادة السعودية، مصر، السودان، تركيا، لوقف تمدد الصهيوني الإماراتي في المنطقة وتفتيت الدول العربية والإسلامية. صلاتكم على النبي وشيركم لايكم. ما تنسوا المتابعة والإكسبلور. خليني أكسر لكم مجاديف هذا الخبر. بعد زيارة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى القاهرة واستقباله رسميا من سيد الرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، ناقش المصري والسعودية ملفات كبيرة اقتصادية لكن أهمها العسكرية، ومصر وافقت دعم السعودية في حربها ضد الميليشيات الإماراتية في يمن، وبذلك ينضم مصر من ضمن المجموعة اللي ترأسها السعودية والسودان وتركيا وقطر بانضمام في فك مشاريع الصهيونية الإماراتية في يمن وليبيا وصومال وإريتريا وجيبوتي ضد مشروع التفتيت الدول العربية الإسلامية والإفريقية في المنطقة وفي القرن الإفريقي. تحياتي لكم. كتمت شديد في الإمارات وفي ميليشياته مصر يدعم السعودية في حربها ضد ميليشيات الإماراتية بعد اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في مصر. صلاتكم على النبي، شاركوا لايكم، ما تنسى المطاب والاكسبلور. خليني أوريك الجخم بادئ من وين. مصر أعلنت دعمها الكلي للسعودية لحربها ضد ميليشيات الإماراتية عبر رئيسها المصري عبد الفتاح السيسي بعد زيارة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في مصر. وبهذا الإعلان مصر تنضم للدول الداعمة للرياض، تركيا والسودان. بيانات الرسمية اللي طلعت من السعودية ومصر قالوا إنه ضرورة حفاظ على سيادة وحدة السودان، وضرورة حفاظ على سيادة وحدة اليمن، وضرورة حفاظ على سيادة وحدة الصومال، وتطابق في موقف بشان الحفاظ على الوحدة وسيادة الدول. التحالف اللي اتعملت حسي حاليا بين الأربع دول على رأسها السعودية، مصر، تركيا، السودان، حيضم دول تانية من غرب إفريقيا ومن الدول المتضررة من اليمن وليبيا وجيبوتي من أجل أنه يقيفوا ضد التقدم الصهيوني بقيادة الإمارات. تحياتي لكم. كتمت شديد في الإمارات وفي ميليشياته مصر يدعم السعودية في حربها ضد ميليشيات الإماراتية بعد اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في مصر. صلاتكم على النبي، شاركوا لايكم، ما تنسى المطاب والاكسبلور. خليني أوريك الجخم بادئ من وين. مصر أعلنت دعمها الكلي للسعودية لحربها ضد ميليشيات الإماراتية عبر رئيسها المصري عبد الفتاح السيسي بعد زيارة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في مصر. وبهذا الإعلان مصر تنضم للدول الداعمة للرياض، تركيا والسودان. بيانات الرسمية اللي طلعت من السعودية ومصر قالوا إنه ضرورة حفاظ على سيادة وحدة السودان، وضرورة حفاظ على سيادة وحدة اليمن، وضرورة حفاظ على سيادة وحدة الصومال، وتطابق في موقف بشان الحفاظ على الوحدة وسيادة الدول. التحالف اللي اتعملت حسي حاليا بين الأربع دول على رأسها السعودية، مصر، تركيا، السودان، حيضم دول تانية من غرب إفريقيا ومن الدول المتضررة من اليمن وليبيا وجيبوتي من أجل أنه يقيفوا ضد التقدم الصهيوني بقيادة الإمارات. تحياتي لكم.